من يعرض عن القرآن إلى كتب قال فلان وقال فلان وقال فلان، هذا أولا مشرك بنص قرآني بسورة الروم الآية 30 و 31: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. تخيل عندما يأتي شخص كهذا يفسر كتاب الله عز وجل ويتهم العلماء والمسلمين بالشرك، فهو شخص تكفيري بامتياز. تخيل أن هذا يزعم أنك عندما تقول قال رسول الله أنك بذلك معرض عن القرآن، وعندما تأخذ بأقوال العلماء التي هي اجتهاد في تفسير كتاب الله ولا تخالفه تكون بذلك معرضا عن القرآن. أما عندما تأخذ بكلامه هو فلا تكون بذلك معرضا عن القرآن، بل تكون من أهل الجنة. عجيب هذا الشخص وأمثاله من مرضى العقول. فهذا الكائن فسر الآية تفسيرا عجيبا يقول: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، هم الذين يأخذون بقول فلان وفلان. وهذا يحدث عندما يتصدر جاهل للتفسير. فالآية تقول: ولا تكونوا من المشركين، والشرك هو أن تشرك مع الله غيره في العبادة. يعني الآية تتحدث عن المشركين الذين تركوا عبادة الله وأشركوا معه غيره في العبادة، من الذين فرقوا دينهم فصاروا يعبدون آلهة مختلفة، فمنهم من يعبد الشمس ومنهم من يعبد القمر ومنهم من يعبد الصالحين كالمسيح وعزير، وكانوا شيعا. يعني كل فرقة من فرق الشرك تحزبت وتعصبت لنصرة الباطل ومحاربة الحق. فهذا الشخص جاء بآية نزلت في المشركين وأسقطها على المسلمين ليكفر عموم الأمة. كل هذا لأنهم أخذوا بكلام رسول الله والعلماء الربانيين وتركوا كلام أمثاله من الرويبضة. نسأل الله السلامة والعافية.